السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء بأكاديمية The Good Doctor. إن شاء الله تكونون بخير. وياكم دكتورة سارة، بكالوريوس طب وجراحة عامة. إن شاء الله راح أكون وياكم المادة الفسيولوجي لهذه المرحلة. مادة الفسلجة مادة حلوة وسهلة ومهمة جدا حتى أفهم المراحل اللي راح تجيني الجاية، حتى أفهم الباطنية، حتى أفهم الجراحة، التشينج بالبدي اللي تصير، التغيرات بالجسم، هاي كلها راح تسهل لي فهمها ودراستها الفسلجة. إن شاء الله تكون مادة سهلة وسلسة عليكم، وأنا وياكم راح نبسطها ونوضحها إن شاء الله. التكست بوك مالتكم السنة اللي راح يكون المصدر المعتمد للميديكال فيسيولوجي هو كانوك. إن شاء الله راح ناخذ بهذا الكورس Cell and Body Fluid Physiology، ناخذ فسلجة الخلية وسوائل الجسم، Nerve and Muscle Physiology، فسلجة الأعصاب والعضلات، Blood Physiology، فسلجة الدم، Digestive System Physiology، فسلجة الجهاز الهضمي، Renal Physiology and Exertion، فسلجة الجهاز البولي وطرح السوائل من الجسم، Endocrine، and Reproductive System Physiology، جهاز الإندوكراين، وكذلك الجهاز التناسلي، Cardiovascular System Physiology، فسلجة الجهاز الدوران، Respiratory System Physiology، فسلجة جهاز التنفس، Central Nervous System Physiology، فسلجة الجهاز العصبي، Special Sense Physiology، فسلجة الأعضاء الحسية، وSkin Physiology and Thermoregulation، وفسلجة الجلد. والثرموريجوليشن هو الحفاظ على شلون انه نحافظ على درجة حرارة الجسم، الاتزان الحراري بالجسم. هاي هي السيستمات اللي ان شاء الله راح ناخذها خلال هذا الكورس. راح يكون عندنا شنو سيستماتيك فسيولوجي، كل سيستم راح اجي اخذ الفسلجة مالته شلون راح يشتغل. The primary objective of medical physiology course is to ensure that students understand how the body works. شغلة الأهم المهمة الأيم مال الفسلجة primary objective مال الميديكال فيسيولوجي إنه أني أفهم جسمي شلون يشتغل. يعني أنا شلون دا أحكي هسه، شنو الميكانيكية دا أحكي بيها، زين أنا شلون دا أتنفس هسه، شنو الميكانيكية اللي دا يصير بيها التنفس. هاي طريقة شغل الجسم function of the body هي راح أخذها إن شاء الله خلال الكورس مال الفسلجة. اللي مطلوب مني objective after completing this course student should be able to، المطلوب مني ورا ما أكمل هذا الكورس، من أخلص كورس الفسلجة، شنو المطلوب مني أعرفه؟ المطلوب مني أعرفه define hemostasis، أعرف الهيموستاسيس. إن شاء الله راح ناخذه في هاي المحاضرة and explain how hemostatic mechanism normally maintain a constant interior milieu، وأفهم شلون الهيموستاتيك ميكانيزم، الميكانيزم الهيموستاتيك شلون تحافظ لي على الانفايرمنت مال البدي، على بيئة البدي بشكل متوازن. شلون الجسم يبقى متوازن، شلون اني حرارتي ثابته 37، شلون مع الرغم انه الجو ممكن توصل حرارته 52 انا شلون بقت حرارتي ثابته، شنو الطريقه، شنو الميكانيزم، شلون الهيموستاسيس حافظت على هذا الاتزان الداخلي. اني من اخلص الكورس راح افهم شلون. الايم مالتي الثاني state the function of each organ system of the body، راح أعرف الفانكشن الوظيفة مال كل أورجان بالجسم، وأعرف الميكانيزم ورا كل function and the mechanism by which each function and relate the function and the anatomy and histology of each organ system. وأني شنو راح يكون عندي relation بين شنو الفانكشن، راح مو بس أخذ الفانكشن، لا راح أربطها بالاناتومي، راح أربطها بالهيستولوجي، بالأنسجة مال كل أورجان. الأوبجكتيف الثالث مالتي understand and demonstration interrelation of organ system to each other. بعد شنو راح أفهم وأتصور العلاقة أو الارتباط بين كل أورجان، شلون يشتغلون سوا، شنو علاقتهم سوا.
predict and explain the interdect response of the organ system of the body to physiological and pathological stress. بعد شنو راح افهم شلون الجسم يستجيب اوكي للفسيولوجيكال والباثولوجيكال ستريس، شلون الجسم ممكن يستجيب، ايش عنده طرق دفاع، ايش عنده تحضيرات ممكن يسويها اذا تعرض الستريس، اذا تعرض الاجهاد. And the last one, explain the pathophysiology of common disease related to organ system of the body. اشرح او افهم الباثوفيسيولوجي. هسه نجي نعرف شنو علم الباثوفيسيولوجي of common disease للامراض الشائعة اللي هي تصير بالاورجان مال السيستم اوف ذا بودي، اللي تصير باعضاء الجسم. فهذه هي الاوبجكتيفز مال الفسيولوجي. فاني ان شاء الله من راح اخلص لكم محاضرات الفسلجه لهذا الكورس، الاوبجكتيف مالتي او الغايه مني انه اني افهمكم هاي الاوبجكتيفز، هاي الاشياء، هاي كاوفر فيو سريع للاشياء اللي راح ناخذها ان شاء الله خلال كورسنا مال الفسلجه. نبلش introduction to physiology، مقدمة العلم الفسلجة. ايش راح تكون محاضرتنا اليوم؟ مجرد introduction للفسيولوجي اللي هو شنو؟ hemostasis، اتزان الجسم، hemostasis اوكي. وناخذ بعد السيل، الستركتشر والفانكشن مالتها، الخلية، تركيبها ووظيفتها. اخذ transport across cell membrane، النقل خلال غشاء الخلية. اخذ التشو، الانسجة، ايش عندي؟ عندي الابيثيليوم، عندي الكونكتيف، عندي ماسكولار، وعندنا نيرفس. هاي انواع من التشو ان شاء الله راح ناخذها خلال المحاضرات الجاية. شنو ممكن اخذ بعد بالانترودكشن؟ اخذ البودي فلويد، سوائل الجسم. اخذ شيء اسمه resting membrane potential، ان شاء الله ناخذها بالمحاضرات الجاية. action potential، ساينابس اللي هي مناطق الالتقاء بين خلية وخلية، ان شاء الله هم ناخذها بالمحاضرات الجاية. ناخذ الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو جزء من الجهاز العصبي، وناخذ الاسيد بيس بالانس اللي هو الاتزان، الحوامض والقواعد. انا عندي الجسم يكون بحالة اتزان، القاعدة تساوي الحامض اوكي. اسيد بيس بالانس، هاي هي المواضيع اللي ان شاء الله راح ناخذها بالانترودكشن تو فيسيولوجي. نبلش. هو شنو الفسيولوجي؟ شنو علم الفسلجة؟ علم الفسلجة is the science that study the normal body function، هو العلم اللي يدرس لي النورمال body function، اللي يدرس الوظيفة مال خلايا الجسم او اجزاء الجسم الطبيعية. يعني اني وانتو بحالة طبيعية، ما عندنا اي امراض. وظيفة الجسم الطبيعية وين ادرسها؟ ادرسها ضمن علم الفسيولوجي. شو اسمه هذا؟ فسيولوجي اوكي. and we have another science اللي هو pathophysiology. pathophysiology. شنو pathophysiology؟ فسيولوجي عرفناه، قلنا هو العلم اللي يهتم بدراسة خلايا الجسم الطبيعية، وظيفة الجسم بالحالة الطبيعية، فسيولوجي. زين، باثو شنو؟ باثو معناها إضافة، suffix معناه أمراض. فهذا صار عندي فسلجة الأمراض is the science that studies the change in the normal function causing a disease. change in physiology. هنا ايش راح يدرس لي الباثوفيسيولوجي؟ انا قلت الفسيولوجي تدرس لي وظيفة الجسم الطبيعية. الباثوفيسيولوجي راح يدرس لي التغيرات بالوظيفة اللي تؤدي لي للأمراض، التغيرات بالوظيفة اللي تسوي لي مرض اوكي. باثولوجي علم الأمراض يدرس change in the structure of tissue، change بالهيستولوجي. so I have pathophysiology، change وين؟ بالفسيولوجي. pathology itself change in histology، التغيرات بالستركتشر، بالتركيب، بالأنسجة. بينما الباثوفيسيولوجي التغيرات بالفسلجة. and we have biology is the science that study the living organism such as human, animal and plants. البيولوجي اللي هو علم الأحياء يدرس لي شنو living organism،
التراكيب الحية اللي هي شنو؟ أنا عندنا أشياء حية. منو الأشياء الحية بالكون؟ عندي الإنسان، الحيوان، والنبات. هاي كل شيء متفقين عليه من لما كنا أول ابتدائي. أوكي. البيولوجي علم الأحياء يدرس لي الكائنات الحية اللي هي من هي عندنا الكائنات الحية؟ human الإنسان، animal الحيوان، وplants اللي هي النباتات. So we have physiology اللي هو science study normal body function، يدرس لي وظيفة الجسم الطبيعية. pathophysiology راح يدرس لي change بالفسيولوجي. pathology change in structure. and biology study of living organism. نيجي للباثوفيسيولوجي. pathophysiology the science that study change in normal body. قلنا change in physiology، هذا متفقين عليه. ايش دا يقول هنا؟ شنو change بالفسيولوجي؟ بطيني امثله. اني النورمال فسيولوجي عندي مثلا بالجهاز الدوران، بالكارديو فاسكولار سيستم. هاخذ الكارديو فاسكولار سيستم، جهاز الدوران. ايش عندي بالكارديو فاسكولار سيستم؟ عندي الهارت. الهارت ايش بيه؟ يضخ دم. ايش قد يضخ دم؟ ايش قد الاوتبوت؟ الاوتبوت هي كميه الدم الطالعه من القلب. اوكي، هي 5 لتر بالمنت، يعني يطلع 5 لترات بالدقيقه. الهارت عنده قابليه يضخ دم 5 لترات بالدقيقه. هذا النورمال، هذا فسيولوجي. الخمس لترات بالدقيقة. إذا قل إلى 2 إلى 3 لتر بالمنت، قل إلى 2 إلى 3 لتر بالدقيقة، صار عندي change in physiology. هذا change شنو؟ راح يؤدي لي إلى disease اللي هو عجز القلب، heart failure، عجز القلب. فهذا مثال على الباثوفيسيولوجي. صار عندي تغيير بالنورمال فيسيولوجي اللي هي إنه أنا يطلع لي 5 liters per minute، تغيرت إلى 2 to 3 liters per minute. change in physiology that cause a disease. شنو هو الديزيز؟ heart failure، عجز القلب. مثال آخر، البنكرياس هو اللي يفرز لي الانسولين، سكرت انسولين. إذا البنكرياس قعد وسكت بعد ما يفرز انسولين، هذا مو صار change بالفسيولوجي، change in function. زين، هاي change بالفانكشن مو راح تسوي لي ديزيز اللي هو شنو هو الديزيز؟ دايابيتس ميليتس اللي هو داء السكري. أنا فيسيولوجي عندي البنكرياس ريليز انسولين. if بنكرياس ستوب ريليز انسولين او السكريشن الخروج مال الانسولين ديكريز قل، راح يسوي لي ديزيز مرض اللي هو اسمه دايابيتس ميليتس، مرض السكري. شغلة لخة، the thyroid gland اللي هي الغدة الدرقية اللي موجودة بالنك، thyroid gland. هاي الثايرويد جلاند شنو؟ تفرز لي ثايرويد هرمونز، هرمون الثايروكسين. إذا إفرازه زاد، if it increase، إذا إفرازه زاد راح يسبب لي مرض يصحوا له هايبرثايرويدزم، فرط الغدة الدرقية. هايبرثايرويدزم، هايبر means excess، هواية. هايبرثايرويد معناها عندي ثايروكسين هواي، بينما إذا قل يصير عندي هايبوثايرويد. قل الثايرويد، هايبوثايرويد، نقص ثايروكسين. بينما الهايبوثايرويدزم اكسس، هواية عندي ثايروكسين. هذا فد مثال بسيط على الباثوفيسيولوجي. هيموستاتس من المفاهيم المهمة جدا بالفسلجة. شنو يعني هيموستاتس؟ هيمو بداية الكلمة mean constant، ثابت constant. status معناها state or condition، حالة. فهيموستاتس هو حالة اتزان أو حالة ثبات، أو حالة اتزان، اللي هي شنو صفاتها؟ تكون optimum، مناسبة، constant، ثابتة. internal environment تخص البيئة الداخلية للجسم. مثلا أني هسه درجة حرارة جسم الإنسان هي درجة ثابتة تقريبا normally بين 36.6 إلى 37.2.
هذا هو النورمال بودي تمبرتشر، حرارة الجسم الطبيعية. زين، أنا حرارة جسمي خلينا نقول 37، أطلع بجو حرارته 50. هسه إذا أخلي فد قطعة حديد برا بأيام تموز اللي تكون قاتلة بالنسبة لنا بالنسبة لجو العراق، درجة الحرارة مال قطعة الحديد ايش قد راح تصير؟ أقدر ألزمها راح تكون تشوي. أوكي، إذا مجربين تطلعون تفتحون الباب لأحد من أهلكم الظهرية تلزمون الباب تشوي. زين، ليش أنا جسمي بقى ثابت على 37؟ شنو اللي خلاه ثابت على 37؟ هاي حالة الكونستنت، الاتزان، هذه اللي هي اوبتيمم، مناسبة إلي للانترنال انفايرمنت مالتي، للبيئة الداخلية مالتي. منو سواها؟ سواها الهيموستاتس. حالة الاتزان هذه هي هيموستاتس. اوكي، منو يسويها؟ منو إلى دور بيها؟ مختلف أعضاء الجسم، مختلف أجهزة الجسم. مثلا الريسبيراتوري إلى دور بالهيموستاتس، يعني مثلا على مثالنا اللي حكيناه انه انا درجة حرارتي ثابتة ومن 37، الريسبيراتوري إلى دور بي إلى دور. ليش؟ لأنه أنا during respiration خلال التنفس يطب هواء ويطلع هواء، هذا الهواء يطلع ويا بخار ينفس لي يطلع لي حرارة. أوكي، digestive إلى دور، طبعا إلى دور بالهيموستاسيس. أنا دا آكل، الأكل مالتي راح يعطيني طاقة، يعطيني باور، طاقة أحافظ بها على الهيموستاسيس. heart and circulatory system، جهاز الدوران والقلب، إلهم دور؟ أكيد إلهم دور. أنا منو ده يداور لي البلد اللي بيه الطاقة بكل الجسم؟ circulatory system. الرينال system، جهاز البولي، إلى دور؟ أكيد إلى دور، لأن هو يطلع لي exertion of fluid. اوكي، excessive fluid يطلع. الاكسسيف فلويد ايش راح يصير عندي؟ راح يخفض لي من حرارة الجسم من يطلع. مسكولوسكليتال كذلك الى دور، جهاز النيرفس سيستم والاندوكراين، الجهاز العصبي والاندوكراين اكيد الى دور. الريبرودكتيف ممكن يكون الى دور. كل اجزاء الجسم تشتغل سوا حتى تحافظ لي على حالة هيموستاتس، اتزان بالانترنال انفايرمنت مالتي، بالبيئة الداخلية مال جسمي. عندكم MCQ. Which of the following is science that studies the change in the body function؟ شنو هو العلم اللي يدرس change بالبادي function؟ سوينا حكيناها. Which of the following is most important system in the control of hemostasis؟ منو من السيستمات اللي جوا الهارت اللي عندنا هو القلب، البرين اللي هو الدماغ، اللانج اللي هو الرئة، والكدني اللي هو الكلية. منو من هذه السيستم إلها دور الأهم، الموست امبورتنت، الأهم بالحفاظ على الهيموستاسيس؟ حلوهن ودزوا لي اياهن على الجروب ونشوف منو اجوبتكم الصحيحة ونتناقش بيها. نرجع هسه حاكي لكم الهيموستاسيس، كاتب لكم اياه. It is the ability of the body to maintain the internal environment relatively stable. هو قابلية الجسم على انه يحافظ على الانترنال environment stable، ثابتة. Okay, although there are big change in the external environment، على الرغم من التغيرات الكبيرة، البيج change، التغيرات الكبيرة اللي موجودة وين؟ بالexternal environment، بالبيئة الخارجية. Most of the body organ، غالبية أجهزة الجسم، participate in the regulation of hemostasis، تشارك بتنظيم الهيموستاسيس. But the main system are nervous system and endocrine system. أهم الأجهزة، هاي مهمة تجيكم بالMCQ، أهم الأجهزة اللي تحافظ لي على الريجوليشن مال الهيموستاسيس هو الجهاز العصبي وجهاز الاندوكراين. شنو هي الميكانيزم، الطريقة by which the body maintain hemostasis، الطريقة اللي يحافظ بها الجسم على حالة الاتزان هذه نسميها control system.
control system. جهاز السيطرة. جهاز السيطرة الطريقة اللي الجسم بيها يحافظ على الهوموستاسيس، على الاتزان الداخلي ثابت، اوبتيمم مناسب إلي، على الرغم من التغيرات اللي دا تصير برا اني بيئتي الداخلية ثابتة. من يشتغل عليها؟ اهم جهازين يشتغلون عليها nervous system and endocrine system. then the most important system او the main system، الأجهزة الأساسية الرئيسية. شلون تحافظ على الهيموستاسيس؟ بطريقة ميكانيزم نصيح لها كنترول سيستم. زين شلون؟ شنو هاي الكنترول سيستم؟ شلون دا تشتغل؟ يقول انه الكنترول سيستم هاي شنو؟ any change in the internal environment، اي تغيير صار بالinternal environment بالبيئة الداخلية مالتي is detected by receptor، راح يحدده او يستشعر وجوده مستشعرات. detected يشوفه او يستقبله، receptors مستشعرات اللي هن شو نصيح لهن؟ sensing component. sensing component الأجزاء الحسية. مثلا أنا إيش عندي الجسم بلش يحس إنه حرارة الإكسترنال انفايرمنت كلش عالية. أوكي، فالجسم من الانترنال انفايرمنت شلون راح تستقبل هذا الموضوع؟ شلون راح تعرفه؟ راح تعرفه عن طريق مستقبلات. شنو ذن المستقبلات؟ مثلا الجلد، جلدي اوكي بي مستقبلات، بي ريسبتر. هاي الريسبتر راح تعرف انه اكو حرارة كلش عالية، فشي يصير عندي؟ اقوم اعرق هواي. ليش اقوم اعرق هواي؟ حتى احافظ على الانترنال انفايرمنت مالتي درجة حرارتها ثابتة، لان اني برا عندي حرارة كلش عالية، اريد اخلي جسمي يتكيف لهاي الحرارة الكلش عالية. زين هو الانترنال انفايرمنت شلون عرفت انه الحرارة برا كلش عالية؟ عن طريق ريسبترز. اوكي، من هاي الريسبترز شافت انه اكو تشينج بالانترنال انفايرمنت، شافت انه البيئة الداخلية بلشت حرارتها تصعد. ليش بلشت حرارتها تصعد؟ لان الاكسترنال انفايرمنت كلش عالية. ايش راح تسوي؟ راح تسند انفورميشن، ترسل معلومات لمن؟ للكنترول سيستم. كنترول سيستم راح يعطيني ردة فعل، يعطيني ريسبوند، ردة فعل بطريقة correct the change، الصحح هذا الوضع. مثل ما قلت لكم اني طلعت ب12 الظهر جوا الشمس، الريسبتر مالتي تحسست، قالت انه درجة الحرارة كلش عالية دا تصير. ايش راح تسوي؟ ترسل معلومات. لمن ترسل معلومات؟ للكنترول سيستم. كنترول سيستم ايش راح يسوي؟ راح يعطيني ايعاز، ريسبوند بكوركت واي حتى يصحح درجة الحرارة الكلش عالية. فأهم شغلة ايش عندي؟ sensory receptors. sensory receptor مستقبلات حسية. شنو هي هاي المستقبلات الحسية؟ مثل شنو؟ من هي المستقبلات الحسية؟ عندي أول شي بارو ريسبتر. بارو ريسبتر، ريسبتر وعندي بارو ضغط، مستقبلات الضغط. بارو ريسبتر detect change in blood pressure، تتوقع التغيرات بضغط الدم. ثيرمو ريسبتر، ثيرمو ريسبتر، ريسبتر مستقبل، ثيرمو حرارة، المستقبلات الحرارية detect change بالبودي تمبريتشر، بحرارة الجسم. كيمو ريسبتر، المستقبلات الكيميائية detect change in body chemistry، التغيرات بالكيمياء مال الجسم. اوزمو ريسبتر، اوزمو ريسبتر الأوزموزية اللي هي هذه تعتمد على البودي فلويد detect change in the body osmolarity، change بالبودي osmolarity، التغيرات بالأوزموزية مال الجسم اللي هي إن شاء الله ناخذها بالمحاضرات الجاية، اللي تعتمد على كمية الفلويد بالجسم والتراكيز مال هاي الفلويد السوائل. وآخر شيء فوتو ريسبترز. فوتو ريسبترز اللي هي sensitive to light، تتحسس للضوء. فوتو معناها ضوء، فوتو ريسبتر المستقبلات الضوئية، sensitive للضوء لللايت.
اوكي. عندي شنو؟ ريسبتورز، هي اللي تتحسس التغيرات وتعطيني information ترسلها للكنترول سيستم، حتى الكنترول سيستم يعطيني ردة فعل مناسبة للتغير اللي صار. شنو هي المستقبلات هذه؟ بارو ريسبتور، ثيرمو ريسبتور، كيمو ريسبتور، اوزمو ريسبتور and فوتو ريسبتور، وكل ريسبتور حسب اسمه إله وظيفة خاصة. نجي هسه شيء اسمه feedback control of hemostasis، التغذية الراجعة feedback control of hemostasis، سيطرة التغذية الراجعة of hemostasis. شو يعني؟ ما فهمتوها بالعربي أكيد. feedback control mechanism consisted of two form. يقول إنه الفيدباك هسه شلون ما مثلا أنا اليوم نزلت لكم محاضرة، إيش قلت لكم اعطوني فيدباك، اعطوني الانطباع مالتكم عن طريقة إلقاء المحاضرة، افتهمتوها، حبيتوا الطريقة، هذه هي التغذية الراجعة فيدباك. اعطوني الصورة اللي شفتوها حلوة، طريقة صحيحة، افتهمتوا عليها، هذا الشيء الراجع هو نصيح له فيدباك. فالفيدباك مال الهيموستاسيس بي تو ميكانيزم، اللي هي اسمه شيء نيجاتيف فيدباك، بوزيتيف فيدباك. يعني هسه شلون ما اني قلت لكم، اعطيتكم مثال، قلت لكم انه اني نزلت لكم المحاضره، اعطوني الفيدباك مالتكم. الفيدباك مالتكم يا اما تقولوا لي عاشتيدش دكتوره والشرح كلش واضح، فاني هذا شو اعتبره بوزيتيف، ايجابي، بوزيتيف فيدباك. فاني ايش راح اسوي؟ ازيد المحاضرات بهاي الطريقه، بوزيتيف فيدباك. بينما واحد مثلا راح يقول لي لا سمح الله، يعني ان شاء الله كلكم فهمتوا، يقول لي انا ما فهمت، فش يجيني؟ فيدباك سلبي، نيجاتيف فيدباك. النيجاتيف فيدباك شنو؟ انا ايش راح اسوي؟ اوقف طريقه القاء المحاضرات بهذه الطريقه والقى طريقه ثانيه، او ها هي انا بعد ما اعطي محاضرات لان انتم ما تتفهمون علي. واضحه الفكره؟ فاني عندي positive feedback, negative feedback. The negative feedback mechanism is the main normal and dominant control mechanism. من الدوميننت؟ دوميننت معناها المسيطر. شلون ما اني عندي دوميننت هاند، واحد يمناوي واحد يسراوي. ليش قلنا هذا يمناوي هذا يسراوي؟ لانه الدوميننت المسيطر اللي يستعمله اكثر شيء هو اليمنى، او الدوميننت المسيطر اكثر شيء هو اليسرى. هاي نصح لها شنو؟ دوميننت. منو بالجسم الدوميننت؟ النيجاتيف، السلبي. while the positive feedback mechanism is usually abnormal mechanism. ميكانيزم غير طبيعية، abnormal. شنو هي الميكانيزم الغير طبيعية الابنورمال؟ disease، مرض. بس اكو few condition ممكن تكون بيها البوزيتيف فيدباك هي نورمال ميكانيزم، نورمال كنترول ميكانيزم، مو مرض. اني عندي الطريقة اللي الجسم يحافظ بيها على اتزانه صحلها هيموستاسيس. شلون يحافظ على هذا الاتزان الهيموستاسيس؟ بالكنترول سيستم. شبيه هذا الكنترول سيستم؟ بشيء اسمه فيدباك، الانطباع. راح يجي يشوف انه اني من صار عندي حرارة الاكسترنال انفايرمنت كلش عالية، واجاني اشعار من الثيرمو ريسبتور قال لي يابا الحرارة كلش عالية. الثيرمو ريسبتور دز لي انفورميشن وين؟ للكنترول سيستم. الكنترول سيستم ايش راح يسوي؟ راح يدز فد ايعاز او يدز فد ردة فعل تغير لي الحرارة على مود ارجع الهيموستاسيس طبيعي. من شاف انه الانطباع على هاي ردة الفعل اللي صارت بوزيتيف، حبوها، ايش راح يسوي؟ يزيد من ردة الفعل هذه، بوزيتيف فيدباك. اذا لا والله ما حبوها، نيجاتيف فيدباك. من الدوميننت؟ نيجاتيف. مثال عليها اللوكيميا اللي هو سرطان الدم. اوكي، باللوكيميا ايش عندي؟ خلايا الدم البيض، الوايت بلاد سيل increase، تزيد and it cause more increase in white blood cell. white blood cell are not suppressed. المفروض شنو؟ اني عندي white blood cell هواية،
الكنترول سيستم راح يشوف انه وايت بلاد سيل كلش هواي عنده، فايش راح يسوي؟ راح يدز نيجاتيف فيدباك، يقولهم وقفوا صناعة الوايت بلاد سيل. اوكي، هذا الدوميننت الطبيعي. باللوكيميا ايش يصير عندي؟ يصير عندي انه هذا النيجاتيف فيدباك مدى يشتغل، مدى يتوقف صناعة خلايا الدم البيضاء، مدى توقف not suppressed، مدى توقف، دا تبقى تشتغل. فشنو هنا عندي؟ صار اكو بوزيتيف فيدباك اللي هو شنو؟ abnormal mechanism disease. اوكي، نجي ناخذ وحده وحده. نبلش بالبوزيتيف فيدباك ميكانيزم. positive feedback mechanism enhance the action of original stimulus or amplify or reinforce change, promote an activity to finish. شنو يعني enhance the action؟ يحفز أو يحسن الفعل of original stimulus للمحفز الأصلي أو الإيعاز الأصلي، أو يزيد القوة مالته reinforce، يزيد قوة التغيير change. اوكي، يعني انه انا ايش عندي مثلا ناخذ هذا اللوكيميا المثال نفسه اللي حكيناه. انا عندي وايت بلاد سيل دا تتصنع، ايش راح يجيها؟ بوزيتيف فيدباك. ايش راح يقول هالبوزيتيف فيدباك؟ عفية عليك، كملي صلعيني وايت بلاد سيل اكثر. هذا هو البوزيتيف فيدباك. ايش صار؟ enhance the action، زيد الفعل. شنو هو الفعل؟ صناعة خلايا الدم البيض، زيدها وزيد القوة. اوكي، هذا هو البوزيتيف فيدباك. فأنا الفيدباك هذا الفيدباك سيجنال، الإشارة اللي جاية منين؟ من الكنترول سيستم. إذا كانت بوزيتيف فيدباك راح تزيد الأكشن مال الكنترول سيستم. يعني أنا الكنترول سيستم دا يصنع لي وايت بلاد سيل. اوكي، اجى فيدباك سيجنال بوزيتيف من الكنترول سيستم، زيد الفعل مال الكنترول سيستم. مثال عليها contraction of the uterus during childbirth. شنو contraction؟ تقلص الرحم خلال الولادة، تقلص الرحم خلال الولادة. parturition اللي هي الولادة، parturition. lactation الرضاعة. blood clotting تخثر الدم. اوكي، الكونتراكشن مال اليوترس، تقلصات الرحم خلال التشايلد بيرث، خلال الولادة، راح تدز لي بوزيتيف فيدباك. المن البوزيتيف فيدباك شو يسوي هذا البوزيتيف فيدباك؟ مثلا يخلي الحليب ينزل من الصدر، لاكتيشن. اوكي، او يخلي يصير تخثر بالحبل السري حتى بعد ماكو نزف. هذا بوزيتيف فيدباك. إذا نجي نحكي على ناخذ مثال مثلا المنسترال بيريود اللي هي الدورة الشهرية. اوكي، يقول انه بالميد اوف منسترال بيريود، في منتصف الدورة الشهرية، الزيادة بالانستروجين the increase in estrogen will stimulate the release of luteinizing hormone. بنص الدورة الشهرية، بنص السايكل، بنص الدورة الشهرية اكو شنو؟ راح يصعد عندي شيء اسمه استروجين، اللي هو هذا المين هرمون بالفيميل. استروجين من الهرمونات الأساسية بالبنات. شبيه هذا الاستروجين؟ الزيادة مالته راح يحفز هرمون لاخ. شو اسمه هذا الهرمون؟ LH، لوتينايزنج هرمون، مختصرة LH. زين ال LH ايش راح يسوي لي؟ يسوي لي رابتشر بالفوليكل اند اوفيليشن، يسوي تكسر بالفوليكل بالبويضة، ويصير عندي الإباضة. هذا بوزيتيف فيدباك. شنو هو البوزيتيف فيدباك؟ يقول لك كل ما زاد الاستروجين يزيد ال LH. الاستروجين زاد كل زين، اروح ازود ال LH، بوزيتيف فيدباك. استروجين زاد ازود LH، بوزيتيف فيدباك. لانه اني كل ما يزيد الاستروجين يعطيني ايعاز اكثر بانه ازود ال LH. هذا بوزيتيف فيدباك. هاي البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك شنو اكثر شيء تفيدني؟ تفيدني بالكنترول اوف هرمون سكريشن،
وتفيدني بالسيطرة على السكريشنز مال الهرمونات